يا هلا بالشباب، ايه الاخبار؟ جالي اسئله كتيره قوي في الكومنتس او على البرايفت خاصه بالكورسز بتاعه الانجليش في الاي يو سي، فاحتجت ان انا اعمل فيديو اجاوب فيه على كل الاسئله دي، ودي هتكون تاني حلقه في البلاي ليست بتاعه صوتك مسموع. خليكم معايا. يا هلا بالشباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله كويس؟ يا رب تكونوا دايما بخير. الفيديو ده انا جمعت فيه كل الاسئله بقى بتاعه الانجليش عشان خاطر تكون متجمعه في فيديو واحد. اي بقى سؤال هيخطر على بالك هتلاقيه في الفيديو ده. اوكي، خلي بالكم الفيديو ممكن يكون طويل شويه لان انا بجاوب على كل الاسئله بالتفصيل الممل علشان خاطر محدش يخرج من غير ما يكون فاهم التفصيله دي، لانها فعلا بتفرق. وطبعا هنا مفيش اسماء لان انا مجمعهم من كل حته، سواء من على اليوتيوب شانل في الكومنت سيكشن او على الفيسبوك او الحاجات اللي جات لي في البرايفت. وعلشان خاطر التدريب اللي انا سافرت بسببه يومين بتاع انو في ايجيبت جالي انفلونزا رهيبه، فخدوا بالكم موضوع الميم والبه عندي لان انا عندي برد. واول سؤال معانا كان بيقول نحجز في فرع التحرير ولا التجمع وانهي افضل؟ فرع التحرير والتجمع الاثنين واحد، يعني الاساتذه اللي هنا هم الاساتذه اللي هنا، الكرايتيريا هنا هي الكرايتيريا اللي هنا، مفيش فرق ما بينهم. انا برجح في الموضوع ده وجهه نظري ان الفرق ما بينهم ليك في المواصلات، يعني انت لو انت قريب ليك فرع التحرير اوكي، لو انت مثلا مدينه نصر واقرب ليك التجمع اوكي، فدي تفضيلات شخصيه. وفرع التحرير هننزل له في محطه مترو السادات وهنطلع نتمشى شويه في شارع فلكي هنلاقي الفرع بتاع الجامعه الامريكيه. اما فرع التجمع هتركب اي باص رايح الجامعه الامريكيه هيوديك هناك فرع التجمع. وتالت سؤال معانا هو نحجز ازاي؟ طيب اول حاجه انت محتاج تشوف هتحجز اونلاين ولا اوفلاين. الاي سي بي تي تيست بيكون اوفلاين والاو اي بي تي تيست بيكون اونلاين. الاو اي بي تي تيست بيكون للناس اللي مسافره بره او مش عايزه تنزل الجامعه فبالتالي بيعمل كله اونلاين. اما الاي سي بي تي تيست بيتطلب انك تحضر في الجامعه عشان تمتحن هناك. اوكي، طيب هنستقبل النتيجه ازاي؟ وانت بتقدم هناك في الاي سي على الاختبار، اصلا قبل ما تدخل الاختبار بيديك ورقه بيكون فيها ايميل، الايميل بتاعك، وبيكون فيها باسورد. ضروري قوي انك تعمل اضافه حساب اخر في تطبيق جيميل عادي في التليفون بتاعك بالحساب اللي هم ادوهولك ده، لان ده هيجيلك عليه تفاصيل الاختبار اصلا، وهيجيلك عليه النتيجه بعد ما تخلص الاختبار بعد يومين او 3 ايام عمل بالظبط. لما يجيلك النتيجه هيقولك مثلا والله انت المفروض تحجز مستوى A to D، فبتدخل على الموقع بتحجز A to D او بتروح الجامعه هناك تقول لهم والله عايز احجز A to D. ماشي، والحته دي انا اتكلمت فيها اللي هو هنقدم ازاي. في طريقتين، اونلاين واوفلاين. يا اما تخش اونلاين من على الموقع اوكي وتحجز ان انت عايز تحجز اوفلاين، او تحجز اونلاين اللي انت عايزه. يعني في فصول اوفلاين وفي فصول اونلاين، فانت اختار اللي انت حابه فيهم. عايز تروح الجامعه تحجز اوكي، عايز تحجز على الموقع وما تنزلش الجامعه اوكي، اللي انت عايزه. وهنا في سؤال بيقول لك ايام العمل وساعات العمل. ايام العمل بتكون من الحد للخميس ما عدا الاجازات الرسميه، يعني الاجازات الرسميه ما بيكونوش فيها شغالين. وعندك كمان ساعات العمل بتكون من الساعه 9 الصبح للساعه 3. طيب لو انا مقيم في الخارج اعمل ايه؟ لو انت مقيم في الخارج هتحجز الاو اي بي تي تيست اللي هو الاونلاين انجلش بروفيشنسي تيست، وبعد ما النتيجه تجيلك على الايميل كل حاجه تكون ديجيتالايزد، تقدم برضو اونلاين وتحضر من هناك اونلاين وتدفع هناك اونلاين بالفيزا بتاعتك، مفيش اي مشكله خالص. وطبعا الحته بتاعتها هتعلم ازاي اونلاين وهتدفع ازاي برضو اونلاين بالفيزا، كل حاجه بتتم بالفيزا. في سؤال هنا بقى تريكي، الكورس هيكون اونلاين ولا اخده اوفلاين افضل؟ بص يا دي تفضيلات برضو شخصيه. انت بتحب القعده في البيت، في شغل ما بتحبش تنزل كتير، المواصلات عليك صعبه، من بلد بعيده، حاجات كده، انت كده هتدرس الكورس اونلاين. طيب هتقولي ان الاونلاين مش احسن من الاوفلاين؟ لا، ما فيش كده، الاتنين زي بعض والاتنين كويسين، وتتفاعل مع الاتنين عادي. عندك اي سؤال اساله للتيتشر عادي، الانستراكتور هيكون معاك في كل الاوقات، ما فيش اي مشكله خالص. يعني الموضوع مش كبير قوي زي ما الناس متخيله. اما لو المكان قريب وما عندكش مشكله في المواصلات، ما عندكش مشكله في الوقت، شغلك تمام، او لو انت طالب لا ممكن تروح اوفلاين عادي. السؤال ده بقى تريكي شويه. هذاكر ازاي؟ بتذاكر المذاكره العاديه بتاعتك خالص، يفضل انك بتعمل عدد ساعات معينه في اليوم، دي بتكون مذاكره الانجليش، ما بتقطعهمش لاي ظرف كان او لظرف قهري بقى خالص غصب عنك. بس انصحك عشان خاطر تلاقي مستوى كويس انك تفضل مستمر ما تقفش. وده سؤال برضو اتسال لي، هل اخد معايا نوت وقلم؟ براحتك، في ناس بتسجل في النوتس بتاع التليفون الحاجات المهمه، مثلا يكتب مثلا نوت عنوانها سيشن 1 سيشن 2 تيل سيشن 12 وبيكتبوا فيها الحاجات اللي هم عايزينها. في ناس تانية بتحب تكتب بايديها اوكي، في ناس بتحب تجيب نوت وقلم علشان خاطر تطلع تقول، فاللي انت عايزه. يعني يفضل برضو في اوقات انت فيها بتكون محتاج ورقه وقلم عشان خاطر لو في رايتنج تاسك تكتب فيها، فهي بتبقى تفضيلات شخصيه.
هتعرف تمشي امورك بالنوتس؟ اوكي. مش هتعرف تمشي امورك بالنوتس؟ لا خلاص، انت كده محتاج تجيب ورقه وقلم مثلا معاك في الشنطه بتاعتك يعني والموضوع بسيط. طيب السؤال اللي بعديه هنا بيقول هل في شهاده؟ بص، احنا دلوقتي عندنا 4 phases: A1 A2 B1 B2. كل واحده فيهم جواها 4 courses، يعني A1A A1B A1C A1D. بعد ما بتخلص الاي كلها اللي فيها 4 كورسز بتاخد سيرتيفيكت بالاي 1، كذلك بتاخد سيرتيفيكت بالاي 2 والبي 1 والبي 2. يعني لازم نخلص الفور كورسز في الفيز عشان تاخد الشهاده بتاعتها. السؤال ده بقى تريكي شويه، ازاي ما فيش شرح جرامر؟ وده انا شفته في الكومنتس. التيتشنج ابروتشز كتيره ومختلفه. في تيتشنج ابروتش اسمه جرامر ترانسليشن، ده اللي بيجيب لك القاعده ويفضل يترجمها لك ويقول لك نعمل فيها ايه وده ايه وده ايه وده ايه بالنسبه للقاعده. اما التيتشنج ابروتش بتاع الاي يو سي بيكون اسمه تاسك بيزد ليرنينج TBL. ده تعليم معتمد على البروجكتس والمهام. انت بتحس انك دخلت الكلاس كانك بره، كانك سافرت بره. هو لو انت بره في اجنبي هيقول لك تعالى انا اعلمك قاعده ام واز وار وتعالى انا هعلمك مش عارف ايه، مفيش كده. انت بتروح كانك رحت بتحضر بقى سيتويشنز، بقى تدخل السوبر ماركت تشتري حاجه، تكلم حد في الشارع تساله على المترو. ده اللي بيحصل برضه جوه الكلاس. فما تتوقعش ان حد يشرح لك جرامر، لو لقى عندك عجز في حته معينه في الجرامر هيشرحها لك، اما هو ما بيشرحش جرامر جوه الفصل. ايه نظام التعليم؟ نظام التعليم زي ما انا قلت بيكون TBL. صحيح، انت هناك بتدرس في الاي يو سي مفيش ماتيريال هارد كوبيز، يعني انت مش هتاخد ورق في ايديك او كتاب، لا انت الشرح بتاعك بيكون على LMS. كل الماتيريال بتكون على LMS. يعني ايه LMS؟ يعني Learning Management System. Learning Management System ده زي ايه؟ زي موديل مثلا. موديل ده تطبيق بندخل عليه كده بتلاقي كل حاجه محطوطه عليه. يقول لك والله مثلا سيشن 1، هتفتح سيشن 1 تلاقي بقى في كل السكشن، هتلاقي سيكشن listening سيكشن reading سيكشن writing. بتدخل بقى على كل واحده وتحضر زي ما انت عايز. وهنا انا بنبهكم باهميه البريبريشن، لازم تحضر كويس قوي قبل ما تدخل الكلاس. كل حصه بيكون فيها درس، وكل الدرس بيكون ليه موضوع معين، بيكون ليه جنرا معينه. محتاج تعمل بريبريشن قبل ما تخش الكلاس عشان خاطر تستفيد باقصى استفاده. وفي سؤال معايا تاني بيقول ايه نظام ايام الحضور والساعات وكده؟ اوكي، ايام الحضور احنا عندنا سبت او تلات او حد واربع او اتنين وخميس، والساعات بيكون 3 ساعات في المره. يعني انت عندك مثلا من 3 ل 6 وعندك من 6 ل 9، فهنا كل مره 3 ساعات، ومسموح لك في الغياب بس 3 مرات. لو غبت اكتر من 3 مرات كده هيحصل لك دروب في الكورس وهتضطر تعيده تاني. طيب لو مش عايز امتحن SAPT اعمل ايه؟ خلاص هتبدا من ليفل 1 كده، انت هتبدا من ليفل 1 خالص كانك انت محتاجتش اختبار خالص. وفي سؤال تاني بيقول ايه اخبار الامتحانات جوه الليفل؟ لو انت مشترك في الجنرال كنت هتلاقي 4 assignments. اول 2 assignments بيكونوا writing، وتاني 2 assignments بيكونوا ايه؟ بيكونوا speaking. فانت عشان خاطر جنرال بتمتحن رايتنج وسبيكنج مع بعض. اما لو انت ده كونفرسيشن بيكونوا الاربعه سبيكنج، ومحصلتهم كلهم بيكونوا 100%، يعني كل واحد فيهم 25%، ولازم تجيب اكتر من 60% عشان تعدي الكورس. وفي سؤال معايا تاني بيقول ادرس محادثه ولا ادرس جنرال؟ طيب هنا بقى في معضله صغيره. هنا في ناس بتقول ان انا مش مهم الرايتنج عندي، انا مش عايز رايتنج، انا عايز اكون شاطر في السبيكنج وعايز اتكلم. بس هل انت فعلا مش شايف ان الرايتنج مهم؟ هي دي النقطه. انت مش محتاج رايتنج في اي حاجه خالص ولا محتاجه شويه؟ فهنا هقول لك مثلا وليكن ممكن تدرس 2 ليفلز او 3 ليفلز جنرال تظبط الرايتنج بتاعك، او على الاقل تعرف انت في انهي نقطه في الرايتنج محتاج يتطور ولا لا. وبعدين ممكن تنضم للسبيكنج عادي او الكونفرسيشن كورسز او الاورال، يعني زي ما انتوا حابين تسموه. وفي سؤال معايا تاني بيقول هل لازم اخلص الاثنين اللي هو الجنرال والسبيكنج؟ يعني لا خالص، انا ما خدتش اصلا ولا كورس سبيكنج، انا خلصت الجنرال بس ووقفت على كده بصراحه، فانا ما اخدتش السبيكنج. لو حابب اخد سبيكنج مثلا ممكن انضم اللي بعدين بعد ما بخلص اصلا الجنرال بيكون فاضلي 2 كورسز بس او 2 ليفلز بس في السبيكنج وخلصه برضو. فهي تسيور يعني كرايتيريا. ومعانا سؤال بيقول الراوند ميعادها بيبقى امتى؟ هو انت مش هتعرف تحسب ميعاد الراوند بالظبط، بس انت محتاج تعرف من حد من زمايلك مثلا امتى الايرلي ريجستريشن فتح علشان خاطر تروح تقدم. بس هنا بنبهك لو انت خلاص عزمت وعايز تقدم على الكورس محتاج تروح في اي وقت تمتحن SAPT تيست عشان تكون جاهز انك تقدم للراوند اللي بعدها، وهم هيقولوا لك بالظبط هناك الميعاد امتى. وبكده يبقى انا خلصت 2 4 6 8 10 12 14
16 18 20. وبكده يبقى انا خلصت اجابه 20 سؤال اتسالوا لي، ومنتظر اسئله اكتر. لو اي حد عنده سؤال في الاسئله اللي انا سالتها او عنده اي سؤال ما جاوبتش عليه، بعد اذنك سيبه لي تحت في الكومنت سيكشن، عشان خاطر مهتم قوي ان انا اسمع منكم، عشان الحاجات دي بتفيدك وبتفيد ناس تانية جايه بعدين، عشان ما تغلطش اي غلطه انت غلطتها. ولو عجبك الفيديو اتمنى تعمل سبسكرايب في الشانل عشان خاطر الشانل تكبر وبيكون في عدد متعلمين اكتر، وتعمل لايك وتعمل شير وسط زمايلك. وباي باي. ونسيت ابشر. هلا 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 هلا.